السلام عليكم، أهلا بيكم وفيديو جديد. هنعمل شربات الحلويات بطريقة اقتصادية ومظبوط جدا جدا، وهقولك على الأسرار اللي تخليه عمره ما يسكر معاكي مهما قعد عندك. يليق على كل أنواع الحلويات، كنافة، قطايف، جلاش، بسبوسة، كل حاجة. أحسن حاجة نعملها علشان نتفرغ للعبادة في رمضان إن شاء الله، إننا نجهز شوية حاجات كده بسيطة ومن ضمنهم الشربات. كيلو من السكر، سكر عادي خالص اهو، ماشي، اي سكر بقى متاح عندك. وهنستخدم معاه لتر من المية، ده اهو لتر كده من المية، مية من الحنفية عادية جدا جدا. حبيت اعرف بصراحة قبل ما ابدأ الوصفة، طيب كيلو السكر يطلع كام كوباية ولتر المية هيطلع كام كوباية، عشان كده نتوقع مع بعض الشربات بتاعنا هيطلع قوامه ايه بقى، تقيل، خفيف، وسط. فبينا يلا نعاير الحاجات دي مع بعض. الاول انا هجيب المج العادي ده موجود في كل بيت عشان كلنا نبقى عارفين ايه الدنيا ماشيه ازاي، وهبدا اعاير بيه كده السكر. ماشي، يلا بسم الله. يعني هنقول ايه، هما 5 وربع كده، 5 كوبايات وربع كده. كيلو السكر يديني شربات متوسط لكن خفيف شويه، انا بقى عايزاه اتقل شويه عشان يمشي على كل حاجه، فهزود له كمان كوبايه من السكر. نبدا بقى نشوف لتر الميه هيديني كام كوبايه. لتر المية طلع 4 كوبايات ونص مية بمج الشاي الموجود عندنا في كل بيت. يبقى عشان شربات بتاعنا يطلع مظبوط جدا عايزين كيلو سكر وعليه كوباية كمان وعليهم لتر مية، كده هيطلع مظبوط جدا جدا. طيب كده تمام جدا، حطينا السكر حطينا عليه المية. بقى ايه اضافتين مهمين جدا جدا هيظبطوا معانا الشربات ومستحيل يخلوه يسكر. ايه هي الاضافة بقى الاولانية؟ ده عسل جلوكوز، ماشي، اي نوع بقى انتوا متوفر عندكم او عند العطار اللي جنبكم. انا جبته من محل بتاع مستخدمات ادوات الحلويات. خلاص، هاخد منه حوالي يعني مثلا 4. ده ملح ليمون، تمام. هناخد منه يعني هنقول ايه، هوريكم المعلقه الصغيره اللي فيه. بصوا، معلقه صغيره يعني ايه، باينه كده، يعني قد بتاعه الايس كريم، هي اصلا كانت بتاعه ايس كريم اهي. لا تصدقوا دي بتاعه طقم التوابل، صغنونه قوي كده اهي، يعني قد نص معلقه صغيره من بتاعه الشاي، من معلقه الشاي. كده كل مكونات الشربات بتاعنا كملت معانا، مش هنضيف بقى عصير ليمون ولا اي حاجه، هنستكفي تماما بالعصير اسمه ايه ده، الملح الليمون. خلاص، هنرفعه بقى على النار، واول ما هيغلي هنبدا نشيل الريم من على الوش كده، وبعد كده هنبدا نسيبه، نعد بقى 7-8 دقايق بالكتير من بعد الغليان على طول. اول ما يغلي نديله 7-8 دقايق وهنطفي عليه. هناخد بقى شربات سمك متوسط، سكره مظبوط جدا، وفي ماده حافظه اللي هو ملح الليمون، هيقعد معانا بقى ايه فتره كبيره طول رمضان والبعد رمضان كمان. اهو كده حطيناه على النار بقى، وهنسيبه زي ما قلنا ايه لحد ما يغلي، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى، انا حاطه الدماسه بعمل الفول. انا خلاص يا جماعه هفتح محل فول، ادمنت عمل الفول في البيت. بصراحه طلعت النتيجه وهميه، يعني خطير، موفر ونظيف وتحفه. طبعا انا سايبه لكم وصفتين على القناه لعمل الفول المدمس في الحله وفي الدماس. الشربات طبعا بعد ما بيستوي في الاخر خالص بنضيف عليه كيس كده او كيسين، لا كيسين عشان دول كميه كبيره من الفانيليا. الفانيليا كوم باودر، لان الفانيليا السائله اللي هي السائله دي طعمها قوي قوي، ممكن تبان في بعض الحلويات فتضايقنا. هي بتتحط اكتر في الوصفات اللي فيها بيض علشان بتقضي قوي على زفرة البيض، لكن في الشربات هنحط ايه، فانيليا عادية جدا. الشربات بقى هنا بدأ يغلي، نبدأ بقى ايه نتخلص من الرين ده خالص بالشكل ده كده، ماشي. شيله كده وارجع لكم. اهو كده بقى زي الفل.
هنبدأ بقى نحسب من دلوقتي 7 ل 8 دقايق بالكتير. بعد كده نطفي عليه ونضيف الفانيليا. هنضيف الفانيليا يعني ايه في اخر دقيقة كده عشان ريحتها برضو ايه متروحش، هنضيفها في الاخر خالص. بقى هنا خلاص يعني بقينا دقيقة ونطفي عليه من الوقت اللي احنا حسبناه من بعد الغليان. هنضيف بقى هنا كده الفانيليا، كيس فانيليا كده، وادي الكيس التاني. ضفنا الفانيليا كده، يلا بقى هنطفي بس كده. بصوا بقى ده تقله هتحسوا ان هو ايه خفيف كده في الاول، ما تزودوش في التسوية اكتر من كده عشان هو لما هيبرد هيدينا قوام. بصوا بقى ده الشربات بتاعنا بعد ما برد وبقى تمام. في ناس بتحب تحط عليه الوان، يعني نقط الوان كده بتجيبها من عند العطار، بس انا الصراحه مش عارفه ايه فايدتها يعني وليه بنستخدمها، فانا مش بحطها. انتوا لو حابين تجيبوها جيبوها، انا بقول لكم بس ان في حاجه كده يعني. بصوا ده قوامه، بصوا قوامه تحفه بقى قد ايه، يليق بقى على كل حاجه، يمشي بقى مع كنافه مع بسبوسه مع قطايف، متوسط كده وتحفه. بصوا خطير خطير. نقدر بقى نحفظه في التلاجة في شفشق ازاز، في ازازة بغطا، اهم حاجة يكون في حاجة بغطا والغطا محكم علشان ما يكرفش من اي حاجة في التلاجة. هنبدأ بقى دلوقتي نفضيه، انا هشيله في شفشق ازاز كده واغطيه وادخله التلاجة ان شاء الله لرمضان. يلا بينا نسمي الله ونفضيه بسم الله. بصوا دهب، يعني شربات مظبوط مظبوط مظبوط. الشفشة ده تقريبا 2 لتر الا ربع، يعني الكيلو السكر عملنا منه تقريبا 2 كيلو من الشربات. شايفة ناس بقى بيقولوا عملت 3 كيلو 5 كيلو من كيلو السكر وتوفير. الحقيقة انا بحب المصداقية في كل حاجة. هنا بيكون خلص فيديو النهاردة، اتمنى يا رب انه يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو وبجد بتستفيدوا من وصفاتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو